كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والأمة العربية والإسلامية بخير وعيد سعيد عليكم جميعا إن شاء الله. هنا مع بعض هنعمل الغريبة. هنجيب زبدة بدرجة حرارة الغرفة، وهنبدأ نضربها كويس بمضرب كهربائي أو مضرب سلك، بس أحسن لو عندك مضرب كهربائي. مكوناتنا هتكون عبارة عن زبدة وعن سكر بودرة، ولازم يكون سكر بودرة ومطحون ناعم، وهيكون معانا بيكربوناتو اللي هي بيكربونات الصوديوم، وهيكون معانا زبيب أو اللؤلؤ اللي هو الصغنطط ده اللي بيتحط اللي هو السكر ده. وهيكون معانا طبعا الدقيق وفانيليا لو حابة تديها تيست كده تاني مع المكونات. أنا هنا بضرب كويس الزبدة بتاعتي، والزبدة بتاعتي عبارة عن كوباية من الزبدة. طبعا المعيار بتاعنا بيكون 1 كوباية من الزبدة، وهبدأ أضربها لغاية لما تبقى في قوام كده القشطة، يعني زي القشطة كده مع اللون الأبيض بتاعها الفاتح. وأول ما أوصل للقوام ده هحط نص كوباية من السكر البودرة، وأبدأ أضربه كويس مع الزبدة. ويعني في المرحلة دي لو أنا أحط الفانيليا هبدأ أحطها، والفانيليا بتاعتي هتكون نص معلقة صغيرة من الفانيليا أو مية الورد، يعني اللي انتي تفضليه. هنا انا ما حطيتش بصراحه ولا فانيليا ولا ميه ورد، انا يعني اعتمدت على طعم الزبده، وهبدا اضرب كويس كويس لغايه لما الاقي القوام بتاعها يوصل. هوريكم المرحله ايوه هي المرحله دي. هبدا اضيف الدقيق، ومع اضافه الدقيق طبعا هحط البيكنج صودا او البيكربوناتو. بيكربونات هحط حوالي 8 معلقة صغيرة، يعني حبة يعني كده بطرف المعلقة، الكمية اللي أنا وريتها لكم كده في الأول. وهبدأ أضرب. أنا هنا كنت بلم كل الزبدة اللي في الجناب والحاجات اللي موجودة في الجناب بتاعة البولة بتاعتي، وبجمعهم في النص عشان أملك إني أضربهم، لأن أنا عاملة كمية صغيرة مش عاملة كتير. أنا حاولت أعمل كميات قليلة علشان ما يبقاش عندي كميات كتيرة، وفي نفس الوقت يعني إن باوريكي إن تقدري تعملي كمية، مش لازم تعملي كمية كبيرة، وتقدري تعملي كل الحاجات اللي انت عايزة تعمليها بكميات يعني قليلة. مش لازم أعمل طبعا. أنا قلت لكم قبل كده واتكلمنا على الحاجات بقت غالية وكده، وبرضو يعني أفضل إن تعملي تشكيلة حاجات بنفس كمية الزبدة والدقيق اللي موجودين عندك، أو السمنة والدقيق اللي موجودين عندك. هنا أنا كنت بعمل لها اختبار بعد ما عجنتها. أنا بلفها بصوابعي ما بعجنهاش عجن. بعد كده ببدأ أشكلها بالشكل ده كده. لو طبعا أنا ممكن أريحها 5 دقايق ولا حاجة في التلاجة، بس أنا بصراحة استخدمتها على طول، وعادة يعني إن أنا بعملها على طول ما بريحهاش يعني. فبدأت أكور كده كور صغيرة، بحاول أعملها على قد بعض زي ما على قد ما أقدر. وتقدري في النص بقى تعملي زبيبة، تحطي زي ما قلنا أي حاجة، تحطي بندقة، تحطي لوز، تحطي أي حاجة انت حابة إن انت تحطيها. تقدري تعمليها سادة خالص ما تحطيش حاجة. طبعا ما بتحطيش تحتيها ورقة زبدة ولا حاجة، علشان لو حطيتي ورقة زبدة بتمتص، ممكن تمتص منها السمنة أو الزبدة اللي انت حطاها فيها، مش تطلع احسن حاجة. الغريبة بتاخد سوا من تحت بس، ما بتاخدش سوا فوق وتحت. يعني لو انت عندك فرن كهرباء بتظبطيه على التسوية من تحت بس، ومش بتاخد وقت. يعني الغريبة كل الوقت اللي بتاخده من 7 دقايق ل10 دقايق على فرن حوالي 160 درجة. ولازم اللون بتاعها ما يغيرش، يعني ما تستنيش لما تكون تحمر من فوق او حاجة. احنا اهم حاجة بس الارضية بتاعتها هي اللي بتكون محمرة شوية بس، لكن ما بستنيش اني اديها لون من فوق علشان ما تنشفش معايا. والغريبة من الحاجات اللي هي لما بتطلعيها من الفرن ما بتفضهاش على طول، تسيبيها تبرد وتهدى، وبعد كده بتبدأي تشيليها. وتاني يوم بتدوقيها وشوفي بقى حلاوتها ونعوميتها. دي كلها بتعتمد على ضرب الزبدة كويس قوي هي والسكر، وبتعتمد ان السكر بتاعك يكون بودرة. وبكده كل خصت لكم اسهل
وأسرع حاجة بتتعمل في حلويات العيد أو في الحاجات بتاعة العيد. وده كان البيتي فور اللي عملناه مع بعض، ودي كانت الغريبة، وكحك عملناه. ومتهيألي كده إن احنا قدرنا نلم أكتر حاجات بنحب نعملها في العيد. وكل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة وكل حبايبكم طيبين. بحبكم قوي وبشكر كل اللي هناني بالعيد، وبهنيكم كلكم من قلبي.